Hi Chat, how are you? Hey, I'm doing well, thanks. How are you? I'm good, thank you for asking. Do you know how to speak Arabic in Egyptian slang language? أيوة، أعرف شوية. إيه اللي حابب تتكلم عنه بالعربي؟ عايز أتكلم عن مستقبل الماركتينج. مستقبل الماركتينج فعلا مثير. التطورات في التكنولوجيا خصوصا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بيغيروا اللعبة تماما. إيه الجوانب اللي مهتم تعرف عنها أكتر؟ عايز أعرف إزاي الذكاء الصناعي هيأثر على الوظائف بتاعة الناس اللي شغالة في الماركتينج في المستقبل. الذكاء الصناعي بيؤثر بشكل كبير على وظائف الماركتينج. هنا بعض النقاط الرئيسية: تحليل البيانات. AI بيساعد في تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، وده بيساعد الماركتيرز على فهم أفضل للسوق والعملاء. تخصيص المحتوى باستخدام AI ممكن. أيوة ماشي، بس أنا شايف إن هيبقى فيه تأثير على الوظائف من ناحية الناس اللي شغالة في الماركتينج، مش هيلاقوا شغل خلاص لأن ال AI هيعمل شغلهم. ده احتمال وارد، بس في نفس الوقت الذكاء الصناعي مش هيقدر يستبدل كل الوظائف في الماركتينج. في جوانب إنسانية وإبداعية في الشغل مش سهل الذكاء الصناعي إنه يحل محلها، زي مثلا الإبداع. الأفكار الإبداعية والحملات التسويقية الفريدة لسه محتاجة اللمسة الإنسانية. العلاقات، بناء علاقات قوية مع العملاء والشركات بيحتاج تفاعل إنساني. الاستراتيجيات، وضع استراتيجيات معقدة وتكيفها مع الظروف المتغيرة بتطلب خبرة بشرية. الذكاء الصناعي هيغير طبيعة الشغل، وهي تطلب من الماركتيرز إنهم يطوروا مهارات جديدة زي إدارة الأدوات التكنولوجية وتحليل البيانات بشكل أعمق. كلامك صح، بس تخيلي معايا مثلا فريق ماركتينج فيه مدير تسويق وميديا باير اللي هو بيشتري اعلانات على السوشيال ميديا وجرافيك ديزاينر وفيديو اديتور وفوتوغرافر. مثلا الفوتوغرافر هنعمل الصور بالذكاء الصناعي، الديزاينر هنعمل التصميمات بالذكاء الصناعي، اللي هيعمل اعلانات برضو الذكاء الصناعي هيعمل اعلانات مكان. كده هيبقى الماركتينج مانجر بس. انت معاك حق ان الذكاء الصناعي بيقدر يقوم بمهام كتيرة كانت محتاجة تدخل بشري قبل كده، لكن زي ما قلت ما يقدرش ياخد كل الجوانب. التوجيه والإبداع، حتى لو الذكاء الصناعي بيعمل الصور والتصميمات، لازم حد بشري يوجه ويبتكر الأفكار الأصلية ويشرف على الجودة. انا مقتنع ان لازم دور بشري طبعا، بس انا شايف ان لو الفريق مثلا كان فيه 10 افراد، خلاص هما شخصين بس اللي هيقدروا يقوموا بالموضوع دوت مكان 10 بسبب الذكاء الصناعي. مقتنع ولا لا؟ أيوة، أهم وجهة نظرك. الذكاء الصناعي أكيد هيقلل من عدد الوظائف التقليدية في بعض المجالات، وده هيخلي الفرق أصغر وأكثر كفاءة. ممكن نشوف فرق كانت بتتكون من 10 أفراد تقل 2 أو 3 اللي بيقدروا يستخدموا التكنولوجيا بفعالية. المهم دلوقتي إن الناس اللي شغالة في الماركتينج يطوروا مهاراتهم ويكونوا مرنين لمواكبة التغيرات دي. التخصصات هتتحول أكتر ناحية إدارة التكنولوجيا، التحليل الاستراتيجي والإبداع، مع التركيز على تطوير المهارات اللي الذكاء الصناعي ما يقدرش يعوضها.